السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. ربنا يا رب يكتب لكم كل اللي انتوا بتتمنوه، وكل اللي نفسه يروح عمرة او حج ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه ويكتبها لكم عن القريب العاجل وفي أسرع وقت. اللهم امين يا رب. من هنا بقى هنبدأ رحلتنا من مكة للمدينة. ركبنا الأتوبيس ومنتظرين باقي الناس علشان نبتدي رحلة السفر بتاعتنا للمدينة المنورة. المدينة طبعا موجود فيها مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنشوف مع بعض الأماكن اللي أنا روحتها اللي بيسموها مزارات المدينة. هنا بعد ما وصلنا طبعا المدينة أول حاجة رحنا عليها مسجد قباء. مسجد قباء هو أول مسجد بني في تاريخ الإسلام. المسافة ما بينه وما بين المسجد النبوي أو الحرم النبوي حوالي 4 كيلو. طبعا اللي يتوضى ويصلي ركعتين في مسجد قباء كأنه عمل عمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال كده: اللي يتطهر في بيته أو يتوضى ويروح يصلي ركعتين في مسجد قباء كأنه عمل عمرة تامة. يعني مفيش سهولة أسهل من كده. المهم رحت اتوضيت لان كنت على طريق سفر ودخلت المسجد. وعايزه اقول لكم الوقت ده كان رايق جدا جدا، مفيش زحمه خالص. احنا وصلنا المدينه قبل الفجر بحوالي ساعه ونص او ساعتين، والوقت ده كان المسجد مفهوش زحمه، غير لما بتطلعي تبع شركه بيبقى يعني دي نصيحة. يعني الوقت ده حلو جدا للناس اللي طالعة مش تبع شركة. لما طلعت قبل كده تبع شركة فمعظم مزارات الشركات بتبقى الصبح او وقت الظهر، فبتدخلي المسجد بتلاقيه زحمة جدا، وبيبقى عطيكي ربع ساعة ان انتي تصلي فيهم وترجعي تاني للأتوبيس بتاعك. فيا دوبك بتصلي ركعتين في ركعتين وتقولي بقى ايه خلاص عشان ادي فرصة لغيري وعشان انا معايا وقت ملتزمة بيه. لكن انا هنا صليت كتير، بقيت اصلي ركعتين واسلم، اصلي ركعتين واسلم، مش بعد. انا جايه من مكان بعيد ويا عالم اجي تاني ولا لا، فبجتهد على قد ما بقدر في الطاعات. الحاجه مثلا اللي المفروض اعملها مثلا اصلي ركعتين، لا انا هصلي 4 و6 و8. فالمهم بعد ما خلصنا صلاه في مسجد قباء ركبنا بقى الاتوبيس. طبعا هو كان عاطينا وقت براحتنا. هنا الخريطه دي بتشرح شرح مبسط لغزوه احد. المهم فوصلنا هنا عند مقبرة شهداء أحد، في وشها على طول مسجد الشهداء، وبعديها بشوية جبل الرماة، بعديها برضو بحبة حلوين المفروض بس ده من ورا انت بتشوفيه من بعيد جبل أحد. تمام، ده المسجد الشهداء في وشه على طول مقبرة الشهداء. بتقفي طبعا وبتدعي للشهداء وبتقري الفاتحة وبتسلمي عليهم. بس هو ده اللي انت بتعمليه، انت بتاخدي العظة كمان. بعد كده هنروح كده نتجه على جبل الرماة وهنطلع عليه علشان اصور لكم من فوق يعني المسجد، وهصور لكم مقبرة الشهداء. وهو انا بقى طالعه اهو، شايفيني طالعه على الجبل فوق. طبعا واحنا طالعين ما ينفعش طبعا لو معاكي مامتك او حد كبير في السن في ممكن يعني يتكعبل يقع، فطبعا اللي بيقدر يطلع بيطلع علشان يشوف بقى المنظر من فوق والمكان من فوق. يعني او زي ما احنا شايفين المسجد وعلى الشمال المقبرة، وهنلاقي بقى هناك خالص بس عشان الدنيا ليل الجبال وجبل أحد موجود هناك، بس الدنيا ليل فمش موضحة. طبعا المكان ده كله سمي بجبل أحد نسبة طبعا لمعركة أحد. المهم بقى بعد كده رحنا صلينا الفجر واحنا طالعين من باب 309. احفظوا الابواب. باب 309 ده جنبيه على طول المسجد اللي انتوا شايفينه ده من هناك اسمه مسجد الغمامة. انا مصوراه قبل كده في فيديو على القناة تاكلوا فين في المدينة، وبشرح سوق الطباخة، لان سوق الطباخة الطريق بتاعه من طريق قربان اللي هو قدام بوابة رقمها 309 دي على طول. المهم زي ما احنا شايفين كده من بعيد المسجد شكله تحفة، احساس ان انتي ماشية في اماكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي فيها والصحابة. المسجد ده اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي فيه. احساس رائع جدا، ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق.
زي ما احنا شايفين ده مسجد الغمامة. يقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي فيه صلاة الأعياد، وكان بيصلي فيه برضو يوم السبت. والله أعلم، أنا المعلومة دي يعني سمعتها في فيديوهات كتيرة وقريت عنها وده اللي أنا بسمعه. فانتوا برضو ابحثوا وتأكدوا أكتر، عشان محدش ينزل يكتب لي في الكومنتات انتي بتقولي معلومات غلط. كلنا بنجتهد ونحاول نستفيد طبعا من المعلومات دي، يعني بنجتهد في إيجاد المعلومة يعني. ولو انتوا عارفين حاجة برضو اكتبها لي في الكومنتات. ده طبعا شكل المسجد من الجنب التاني. طبعا هو مليان شبابيك ومليان أبواب، شكله رائع جدا. هنمشي بقى قدام شوية، هنلاقي مسجد سيدنا أبي بكر. ما بينه وما بين مسجد الغمامة حاجة بسيطة مش كتير. بنروح بقى بنتصور، ناخد ذكرى حلوة هناك، وبنشوف طبعا المساجد بتاعت الصحابة. إحساس أنا نفسي يعني ربنا يكتبها لكل مشتاق عشان يحس الإحساس ده. بس كده، ده كان تاني يوم رايحين مقبرة البقيع، وهنتكلم برضو شوية معلومات عن مقبرة البقيع مع بعض. مقبرة البقيع أنا دخلتها من عند باب 364، ممكن تدخليها من باب 362 363، المهم في الأبواب اللي من ورا خالص علشان توصلي المقبرة. وطبعا ما ينفعش السيدات تدخل، الرجالة بس اللي بتدخل للعظة وللسلام وللدعاء للأموات. وطبعا لو حد متوفي بيدخلوه يدفن جوه برضو، ما فيش سيدات بتدخل، ممنوع ممنوع ممنوع. بما ان بقى كان جوزي داخل وانا ممنوع ادخل، فخليته صورلي المقابر من جوه. نتكلم بقى عن مقبرة البقيع. هي افضل مقبرة على مر التاريخ والعصور، وتسمى ايضا ببقيع الغرقد. والذي أمر بالدفن فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. مدفون فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد عن 10,000 صحابي، ومدفون فيها زوجات النبي، ومدفون فيها بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومدفون فيها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من دفن بها سيدنا عثمان ابن مظعون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: هنيئا لكم الجوار لمن يستطيع أن يموت في هذه المدينة. يعني يا حظه يا بخته اللي يموت ويدفن في البقيع بجوار سيدنا محمد رسول الله. طبعا البقيع موجود بجانب المسجد النبوي. ربنا يا رب يكتب لنا العيش في المدينة والموت والدفنة في البقيع، اللهم أمين. وبكده الفيديو بتاعي يكون انتهى النهاردة على كده. أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.